أنت بتدور على التقدير. الفرق بين الطريقة الصح والطريق الغلط بسيط. ممكن واحد يشبع احتياجه بالحب والخير، والتاني بالشهرة أو حتى الشر. أصل كلنا بنحتاج نحس إن إحنا مهمين. التقدير مش رفاهية، ده جوع نفسي. في ناس زي ريكفلر اختاروا يشبعوه بالعطاء، وفي ناس زي درينجلر اللي لقاه في الشر والشهرة. هنعرف مع بعض ازاي نوجه احتياجنا ده في الطريق الصح، ونشبع روحنا بدون ما نأذي نفسنا أو غيرنا. أول حاجة هنقولها إن كل واحد فينا بيحب التقدير والمجاملة والاهتمام. هقول لكم حاجة عن إبراهام لينكولن اللي بقى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. كان في يوم من الأيام راجل فقير جدا لدرجة إنه كان بيقرأ كتب القانون اللي لقاها في برميل الزبالة. والسبب إيه؟ كان عايز يحس إن محتاج يشبع جوعه للإحساس بأهمية نفسه. ولو فكرنا مع بعض كده هنلاقي إن الدراسة وحب العلم من الحاجات اللي بتحرك ناس كتيرة قوي في حياته. كمان التقدير مش بس حاجة عاطفية، ده بنسميه اسمه جوع نفسي. زي ما قال ويليام جيمس الفيلسوف الكبير، لو الإنسان مش قادر يشبع الجوع ده بيحس إنه ضايع، لكن لو قدر يشبع هذا الشعور ممكن يملك العالم كله. ده السبب اللي بيخلينا نحب نلبس أحسن لبس ونسوق أحسن السيارات ونتكلم عن أولادنا بطريقة تبرز نجاحهم وتفوق. لكن في بعض الأحيان الجوع النفسي ده بيكون خطر. زي ما هنعرف في شباب كتير بيتجهوا لطرق سلبية وغلط عشان بس يحسوا بأهميته، زي العصابات والمجرمين. فمثلا نلاقي المجرمين الشباب أول حاجة بيطلبوها بعد ما بيتقبض عليهم البوليس إنهم يشوفوا صورهم في الصحف جنب مشاهير. إزاي هم بيفكروا كده؟ لأنه بالنسبة لهم الشهرة والتقدير أهم من أي حاجة في الدنيا. لكن في ناس تانية زي روكفلر، أغنى رجل في أمريكا في زمانه، كان بيشبع شعوره بالأهمية من خلال التبرعات الضخمة. هو اتبرع بفلوس لبناء مستشفى في الصين عشان يعالج ملايين الفقراء اللي عمره ما شافهم ولا هيشوفهم، ومع ذلك حس انه مهم جدا عشان عمل. من ناحية تانية في ناس تانية زي درينجلر، ده كان زعيم عصابة مشهور، كان بيحس بالأهمية في انه يبقى لص معروف. وفي احد الايام لما حاول البوليس يقبض عليه هرب وقال لهم انا درينجلر، انا مش عايز اذيكم. كان فخور جدا انه بقى عدو الشعب الاول. الفرق بينه وبين روكفلر اللي اتبرع بمستشفى انه كان بيدور على الاحساس بالاهميه لكن بطريقه سلبيه وغلط. طب ازاي تحصل على التقدير؟ التقدير مش مجرد فلوس او شهرة ولا مجرد انك تكون معروف. التقدير الحقيقي بيجي من الطريقه اللي بتعيش بيها وتتعامل بيها مع الناس. كلمتين وبس. اعداد وتقديم صموئيل القمص، ماجستير مشهوره من جامعه هولي صوفيا.